ممكن تخسري 5 كيلو فعلا على الميزان في خلال يومين او 3. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو. النهارده هخلصكم من الميه الزياده اللي بتكون محبوسه في الجسم، وغالبا ممكن توصل ل 5 كيلو على الميزان، وازاي نتخلص منهم في خلال يومين او 3 ايام بالظبط. ممكن تخسري 5 كيلو فعلا على الميزان في خلال يومين او 3. ايوه، ممكن تخسري 5 كيلو، بس ده غالبا بيكونوا ميه محبوسين في الجسم. وفي الفيديو ده هخلصكم من ال 5 كيلو دول نهائي. هنتكلم شوية عن الأسباب اللي بتسبب زيادة مية في الجسم، ومن ضمنهم أول سبب إنك بتكوني بتحاولي تخسي، وأول حاجة بتمنعي سعراتك الحرارية بشكل كبير جدا، بتقللي السعرات الحرارية. تاني حاجة إنك ممكن تكوني بتاخدي أي أدوية علاج بتحبس مية تحت الجلد، بتاخدي أدوية بتسبب حدوث إنك بتحبسي مية في الجسم. تالت حاجة إنك بتكوني بتعملي معادلة كده مع بعضها، ودي بتخلي الجسم يحبس مية. المعادلة دي هي عبارة عن الملح والكربوهيدرات اللي هي النشويات والمية. لو اجتمعوا الثلاث حاجات دول على وجبة واحدة، غالبا جسمك بيفرز مادة في الجسم وبيحبس مية في الجسم مباشر من غير أي كلام. يعني لو بتعملي الثلاث حاجات دول جسمك هيحبس مية. طيب ازاي اعرف ان جسمي حابس ميه وازاي اتخلص منه؟ في حاجه اسمها ان احنا بنعمل عمليه طرد الميه من الجسم علشان نعرف جسمنا حابس ميه ولا لا. لو انت بتنزلي على الميزان بشكل متلاحظ بس في شويه دهون كده وشويه ميه، لما بتمسكي جلد جسمك بتلاقي فيه ميه تحت الجلد وما انتش عارفه ازاي تتخلصي منها. كتير منكم بيكون معتقد ان المية دي ممكن تنزل، انك ممكن تعرقي، انك ممكن تنزلي تجري في الجيم، او انك تعملي مجهود علشان تطردي المية دي، ولكن للأسف المية دي بترجع تاني لما بتشربي مية. طيب نعمل ايه علشان نتخلص من المية دي نهائي؟ لو تخلصتي من المية الزيادة دي ايه اللي هيحصل لك؟ اول حاجة هتلاقيك بتنزلي على الميزان من 2 كيلو ل 3 كيلو ل 5 كيلو. لو انت وزنك زيادة جدا اوفر ويت هتلاقيك بتنزلي فوق ال 5 كيلو، ودول غالبا هيكونوا مية من الجسم. تاني حاجة هتلاقي جسمك مشدود. تالت حاجة لو عندك ترهلات في منطقة البطن او في اي منطقة في جسمك هتلاقي جسمك بدأ يتشد عشان بدأتي تسحبي المية دي وتطرديها بره الجسم. طيب يلا بينا نبدأ ونقول ايه الحل ان احنا نتخلص من المية اللي موجودة في الجسم. بس انا متذكر قبل ما اقول لك الحل ان كان في بنت بتتمرن معايا في الجيم وحصل لها مشكلة. كان غالبا عندها حفلة تخرج او حاجة زي كده، وكانت عايزة تنزل من 3 كيلو ل 4 كيلو على الميزان، ولكن جسمها كان معاند، منع النشويات، منع المية، منع كل حاجة، وغالبا جسمك لما بتعنديه بيعندك. طيب ازاي؟ هنا لما كانت منع المية وكانت منع النشويات، الجسم بقى عارف انك بتحاربه وعايزه يخس او عايزه يخسر المية، ولكن العكس، احنا جسمنا بيكون حابس مية وبيكون حابس دهون علشان ينقذ نفسه وقت الحرب. يعني لو حصل لك اي حاجة وبدأت تمنعي عنه الاكل وبدأت تمنعي عنه المية، يبدأ هو يخزن علشان يبدأ يحمي نفسه من الخطر. وهنا اللي بيحصل لك لما بتمنعي اي اكل، لما بتمنعي نشويات جسمك بيبدأ يحبس مية، لما بتمنعي المية جسمك بيبدأ يحبس مية، وبيقول لك لا احنا مش بيجيلنا مية كفاية، فاحنا هنحبس المية دي عشان لما يحصل لنا اي مشكلة نبدأ ناخد المية دي ويبدأ جسمنا يتغذى بيها، علشان الشخص ده هيخش في مرحلة خطر ومش هيشرب لنا مية. ومن هنا الجسم بيبدأ يحبس مية. لما اتكلمت معاها لقيتها حابسة كل الكلام ده، وفاكرة ان هي لما بتيجي تتمرن هتعرق وتنزل المية دي وجسمها هيكون بشكل حلو وتتخلص من المية. ولكن العكس، احنا لما خليتها تشرب مية، بس خليتها تشرب مية بنظام معين، وده اللي انا هعرفه لكم في اخر الفيديو، الجسم بيبدأ يحس بالاطمئنان، يعني بيبدأ يطمن ان الشخص ده في حالة مستقرة وبيشرب مية عادي واموره طبيعية، فيبدأ يتخلص من المية اللي موجودة في الجسم ويبدأ يطرد المية دي بشكل كبير جدا. ولما بناكل نشويات برضو الجسم بيبدأ يطمن ويحس ان هو مش هيخش في مرحلة خطر، ويبدأ الهرمونات بتاعتك تتظبط وتبقى في المعدل الطبيعي بتاعها. وده اللي انا هشرحه لك دلوقتي.
لو بدأت تحسي ان جسمك بدأ يحبس ميه، او بدأت تحسي انك وقفتي على الميزان ما عدتيش قادره تنزلي على الميزان، جسمك بدأ يحبس ميه، بتنزلي دهون وجسمك يحبس ميه، جسمك غالبا كده بيحاربك. الحل الوحيد انك تعمليه انك هتشربي ميه كتيره جدا عشان جسمك يطرد الميه اللي موجوده في الجسم. طيب ازاي هشرب ميه كتيره وجسمي هيطرد الميه؟ هل ده يعقل؟ ايوه يعقل، لان جسمك بيبدا يحس زي ما انا قلت لك من الاول ان هو بيبدا يحس بالاطمئنان وبيحس بالاستقرار، ويبدا يطرد الميه الزياده اللي في الجسم. طيب الكميه اللي هبدا اشربها دي كميه قد ايه؟ ممكن توصل معايا ل 4 رتل في اليوم، ممكن توصل معايا ل 5 رتل في اليوم. ومش هفضل مستمر على ال 5 رتل في اليوم، لا انا عايز اخدع جسمي بحيث ان هو يطرد الميه الزياده اللي في الجسم. اول مرحله هتعمليها انك هتيجي لمده 5 ايام، واول يوم ال5 ايام دول هيكونوا تدريجيا. اول يوم هتشربي 5 رتل ميه على الازازه، وتكوني حاسباهم بالظبط، لا يكونوا زياده ولا يكونوا اقل. اول يوم جسمك هيبدا يقول ايه ده، احنا داخل لنا ميه كتيره، خلاص احنا مش عايزين. زي بالظبط لما تكوني انت خايفه ان في حاجه هتتمنع عنك فتبداي تخزنيها، لما تحسي ان هي بقت كتيره خلاص تبداي تهمليها وتخليها تمشي. جسمك اول يوم هيقول ايه ده، احنا داخل لنا ميه كتيره، خلاص نطرد الميه اللي موجوده في الجسم، ما عدناش عايزينها، احنا كده كده جاي لنا ميه من بره. تاني يوم هيبدا الجسم لو احنا بناخد 5 رتل اول يوم، هننزل لنص الكميه، هناخد 2 رتل ونص. برضو الجسم مطمن وبادئ بيطرد الميه ومستقر في طرد الميه اللي محبوسه في الجسم. هنيجي بقى لتالت يوم، هننزل لنص الكميه اللي هي 2 ونص، يعني تقريبا 1.5 إلى 1.25. هناخد 1.25 على الازازه برضو بنفس التكنيك اللي احنا شغالين عليه. وهنيجي في اليوم الرابع ناخد نص رتل، وهنيجي في اليوم الخامس هنمنع ميه لمده 8 ساعات او 10 ساعات. جسمك هيتخلص تماما من الميه اللي محبوسه جواه، وهنا هتكوني تخلصتي من الميه تماما، لان جسمك هيفضل يطرد في الميه الزياده اللي متراكمه فيه بقاله 3-4 ايام. وهتيجي في اليوم السادس هتلاقي جسمك مشدود، وهتلاقي شكلك بقى احسن بكتير. وبكده هيكون دي اول مرحله انك تتخلصي من الميه المحبوسه في جسمك، انك تاخدي تدريجيا 5 ايام الميه، بس لازم يكونوا محسوبين بالظبط. تاني حاجه انك تقللي من الاملاح، يعني ما تاخديش املاح كتير. هتكوني في الفترة دي من 2 جرام إلى 1.5 جرام ملح في اليوم كله على مدار اليوم، يعني ما تزوديش أملاح علشان جسمك ما يحبسش مية لما تزودي الأملاح في جسمك. تالت حاجة هتظبطي أكلك إنه يكون أكل معتدل للثلاث عناصر زي الدهون والكارب والبروتين، ما يكونش فيه حاجة ناقصة علشان ما يكونش فيه unbalance في أي حاجة من الهرمونات، يعني ما يكونش فيه خلل في أي حاجة من الهرمونات، ويكون جسمك متظبط ان كل حاجه تكون طبيعيه ويطرد الميه الزاد. وغالبا الحركه دي احنا بنعملها لما يكون في بطوله، اما يكون في مناسبه، لما يكون في اي حاجه انت عايزه تخسري وزن سريع وعايزه جسمك يكون مشدود، هتقدري تعملي الحركه دي وتقدري تعملي التكنيك ده، وجسمك يتخلص تماما من الميه اللي محبوسه جواه. طيب ازاي بقى ابدا احافظ على الموضوع ده ويبدا مطول معايا على طول؟ هنبدا نظبط الوجبات بتاعتنا زي ما قلت لك ان هي تكون معتدله، زي الهرم الغذائي: بروتين، دهون صحيه، كربوهيدرات، واملاح معتدله. ونشرب الميه اللي جسمنا محتاجها في اليوم، ما نشربش ميه قليله، لا نشرب ميه كتيره علشان جسمك يبدا يطرد الميه الزياده باستمرار، جسمك ما يبداش يحبس. لان لو انت قللتي الميه اللي انت بتشربيها، لو جسمك مثلا في الطبيعي محتاج مثلا 2.5 رتل او 3 رتل يوميا، انت بتاخدي رتل واحد، الرتل اللي انت بتاخديه هو غالبا بيحبس منه كميه كبيره جدا، والكميه الثانيه بتطلع يا اما في العرق في التمرين، يا اما بتطلع في المجهود، يا اما جسمك بيستخدمها لعمليه الهضم او ايا كان. يعني لو انت بتاخدي احتياجك من الميه على مدار اليوم، جسمك مش هيقول ان احنا محتاجين ميه علشان نحبس ميه، لا هيقول احنا بيجي لنا ميه بكفايه، يلا بينا نتخلص من الميه اللي احنا مخزنينها، ويبدا يكون جسم مشدود وشكلك حلو، وما يكونش فيه اي ميه محبوسه في الجسم. بس يا جماعه، وده كان فيديو النهارده ازاي تتخلصي من الميه تماما في الجسم. ولو انت ما حفظتيش التكنيك اللي انا قلته لك ده، هسيب لك في اول كومنت خطه تمشي عليها بالظبط علشان تتخلصي من الميه الزياده اللي موجوده في الجسم. وهسيب لك كمان نظام غذائي يوصلك للجسم اللي بتحلمي بيه لو انت عايزه تخسري وزنك او عايزه تزيدي في وزنك ويكون جسمك مشدود وباحسن شكل.
وما تنسوش يا جماعه ان انا برد على كل الكومنتات. لو عندك اي مشكله سيبها لي في الكومنتس وهرد عليك على طول، يا اما هرد عليكي في فيديو زي ده، يا اما هرد عليك على طول واقول لك حل لمشكلتك. انا كابتن عزو، اتمنى ان اكون فدتك. سلام.